السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. عرض النادي الإفريقي لكرة القدم 400 مليون سنتيم للتعاقد مع الموريتاني بونا سيدي غمار لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم. وكشف مصدر وداد مسؤول أن النادي الإفريقي التونسي فتح ملف الموريتاني بونا سيدي غمار يومه الأحد على هامش المباراة الودية التي جمعت الوداد الرياضي بالفريق التونسي في ملعب حمدي العقربي. وأوضح المصدر ذاته أن القرار النهائي للتخلي عن الموريتاني بونا سيدي غمار يعود للجنوب الإفريقي رولان موكوينا مدرب الفريق الأحمر، مرجحا أنه سيرفض رحيله خاصة في ظل الخصاصة الذي يعاني منه الوداد الرياضي بعد رحيل لاعبيه الأساسيين. في خبر آخر، قدم الجنوب الأفريقي رولان موكوينا تقريرا مفصلا لمسؤول الوداد الرياضي عن الفترة التي قضاها على رأس الإدارة التقنية للفريق الأحمر. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن التقرير حدد مكامن الخصاصة الذي يتعين على المكتب المسير تعزيزها قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل، والمتمثلة في مدافع أيمن ووسط ميدان دفاعي وجناح أيمن وقلب هجوم قناص. وأوضح المصدر ذاته أن موكوينا طلب مسؤول الوداد الرياضي بالإسراع في جلب لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل حتى يتمكن من التأقلم مع أجواء النادي والانسجام مع باقي اللاعبين. في خبر آخر، كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقيا عن وجود اهتمام من نادي الوداد الرياضي بالتعاقد مع نجم الأهلي المصري الجنوب الإفريقي بيرسي تاو خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف الصحفي الجنوب الإفريقي ميكي جونيور عن سعي فريق الوداد بتزكية من المدرب رولين موكوينا لضم بيرسي تاو من الأهلي خلال الميركاتو الصيف الجاري لتعزيز خط الهجوم. ونشر ميكي جونيور تدوين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، كتب فيها: أول نادي اتصل ببيرسي تاو هو نادي الوداد الرياضي بقيادة رولين موكوينا. ونقل جونيور في تدوينته رد موكوينا بخصوص إمكانية إتمام الصفقة، وهذا ما قاله عندما اتصلت به: بيرسي تاو مميز بالنسبة لي، أتفق معك، من المحتمل أن يلعب للوداد الموسم المقبل، وهو يعرف كم أحبه وأريد العمل معه مرة أخرى.